العسكري في الجزائر ما كيقبلش شي واحد يلعب العشرة في الجزائر من غيرهم هما، وهذه هي الحقيقة ماشي مغالطة. لاحظوا نجوم الفن والري وكرة القدم الجزائريين عبر التاريخ فين عاشوا. شاعر الثورة ومؤلف النشيد الوطني الجزائري قسما، كاتب النشيد الوطني الجزائري مفدي زكريا اللي استدعاه بومدين لقصر الرئاسة وطلب منه مباشرة وضع ديوان حول الثورة الزراعية باش يقنع بها الشعب، ولكن مفدي زكريا رفض، فغضب منه بومدين غضب كبير، فنصحوا بعض الناس بمغادرة الجزائر في أقرب وقت. وعاش شاعر الثورة ومؤلف النشيد الوطني في تونس حتى مات. كان باغي يبحث على لقب الزعامة العربية بومدين، وكينازع على لقب القيادة الإفريقية بومدين اللي بنى وعلى في نظام عسكري أقل ما يمكن نقولوا عليه أنه عنده كثير من تضخم الأنا الأعلى ومن الشوفينية الوطنية. نظام عسكري لا يقبل بوجود النجم، لا نجم ينبغي أن يعلو فوق نجمه. ها هو الشاب خالد ملك الراي في العالم كامل كيعيش بعيد عن الجزائر وتراب الجزائر وهواء الجزائر، لا شيء سوى لأن الملايين من الشباب الجزائري والمغربي والعربي والعالمي حبوه وحسوا به في واحد الفترة أنه كيعبر على مشاعرهم وأفكارهم. فين هو الشاب حسني؟ فين هو الشاب حسني؟ قتلتوه فارس الرومانسية، صوت كل العاشقين والعاشقات في الجزائر والمغرب العربي وباقي أصقاع العالم. فين هو رابح ماجر أسطور كرة القدم الجزائرية كيتهان أمام مرأى ومسمع من العالم؟ شكون كان كيتوقع أن أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر أنه غادي يغادر يوما ما مدرجات ملاعب بلاده في الجزائر وفي قلبه كل تلك الحسرة بعد سماعه لصافرة الاستهجان من الجماهير الجزائرية عقب عرض صورته على شاشة عملاقة في الملعب؟ فين هو معطوب الوناس المغني والشاعر القبايلي، رائد من رواد الأغنية الأمازيغية المعاصرة آنذاك؟ تعرض للاختطاف والإطلاق النار أكثر من مرة ومات في آخرها. قتلوه على طريق جبلي بالقرب من مدينة تيزي وزو في شهر يونيو من عام 1998، وسماوها في الجماعة الإسلامية المسلحة الجية. الجزائريين عارفين أن المخابرات الجزائرية هي اللي كانت وراء الاغتيال ديال معطوب الوناس. القدافي حتى هو كان بحالكم، ممنوع على الليبي يكون نجم لأن القدافي كان هو النجم، ممنوع على الليبي يكون بطل لأن البطل هو القدافي القائد الفاتح، ممنوع على لاعب كرة قدم في ليبيا يلبس رقم 10 لأنه ولد القدافي بوحدو اللي عنده الحق يلبس 10. ثم تربية جمال عبد الناصر، ولكن زدتوا عليه. قال لكم واش كتعرفوا في العلم؟ قلتوا كنعرفوا نزيدوا فيه. جمال عبد الناصر بعدا كانت أم كلثوم وكان عبد الحليم وكانوا نجوم كبار غيره. انتم احتكرتوا الجزائر منذ الاستقلال، اختطفتوها. لا صوت يعلو فوق صوت السيد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق المفدى سعيد شنقريحة، لا صوت يعلو فوق صوت العصابة، لا صوت يعلو فوق صوت اللصوص. ممنوع على شي جزائري يفكر في شي حاجة من غير الخبز والبطاطا والحليب. ممنوع الجزائري يفكر يكون نجم، وإلا باغي يدير فيها نجم خاصو يخوي الجزائر. فاش تخوي الجزائر وانت على ظهر السفينه من وهران لمارسي غتسمع في الراديو صوت مذيعة الأخبار كتقول: غادر الوطن الحبيب الجزائر مساء اليوم فلان بن علان خائن الثورة الجزائرية المجيدة وعميل المخزن إلى وجهة غير معروفة.